بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب. همسة إبداعية في تعليم العربية. في عالم التعليم المعاصر باتت الجداول التوضيحية أدوات فعالة لإيصال المعرفة، خصوصاً في علوم اللغة العربية التي تحتاج إلى تبسيط وتشريح. ومن هنا انطلقت فكرة مبتكرة لرسم جداول النحو العربي على الطرق المختلفة. ومن الطرق الجذابة الماتعة الخرائط الذهنية التي توزع عليها قواعد النحو العربي بطريقة جغرافية، وهي يمنح الطالب شعوراً بالانتماء المعرفي، ويجمع بين الهوية الوطنية والهوية اللغوية، فتصبح كابول مركز النحو العربي، والولايات الأفغانية الأخرى فروعها وأنواعها، وهكذا يتجول الطالب في بلده وهو يتعلم النحو. هذا الدمج بين الشكل الجغرافي والبعد اللغوي يجعل القواعد النحوية أكثر تشويقاً، ويكثر رتابة الحفظ الجاف، كما يساعد المعلمين على ربط المفاهيم النحوية بالمكان والمعنى. وبذلك تصبح خريطة أفغانستان ليس فقط رمزاً للوطن، بل جسراً نحو فهم لغة القرآن الكريم عبر النحو العربي، ويكون هذا الأسلوب وسيلة تعليمية محببة وفعالة. تخرج من دنيا الورى بالحسب. يا إخوة عهدتكم أنتم بقايا يعربي، مدوا يد العون لطالب غدا في الطلب، هيا فوفروا له ما للفتى من مطلب. يا إخوة